اهلا وسهلا بيكم. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وبسلام. النهارده انا جايبه لكم 4 طرق نغطي بيها جذور شعرنا، علشان لو عندنا شيب، لو عاملين هايلايتس وشعرنا طول عايزين نغطي الجذور، لو حتى كمان شعرنا خفيف باين من هنا انه في خفيه، تغطية الجذور بتخدع العين اللي قدامنا وتبين انه احنا شعرنا تقيل من عند الجذور. هستعمل النهاردة 4 منتجات كمثال، لكن انتوا ممكن تستعملوا اي منتجات بديلة ليها. ليه انا بقول الكلام ده؟ قبل ما ابدأ اي حاجة وقبل ما اسمع تعليقاتكم، فيهم منتجات دلوقتي هي موجودة في المقاطعة، لكن انا الحاجات دي موجودة عندي وكنت بستعملها، واكيد انا مش هشتريها تاني طبعا، لكن هحطها في الفيديو ودي مثال. انتوا ممكن تستعملوا بعد كده المنتجات اللي شبهها او البديله ليها. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر، لانه كتير جدا انا بعد ما بحط الفيديو بنزله الناس بتبدا تسالني في التعليقات على اسئله، حاجات موجوده جوه الفيديو انا اوريدي قايلاها. فارجو ان انتوا تشوفوه للاخر، لان انا من اول الفيديو لاخر الفيديو بحاول ادي معلومات على قد ما اقدر ان هي تكون مفيده بالنسبه لكم وتساعدكم. هحط لكم صور المنتجات باسعارها واسمها بالكامل، هتكلم على ثباتها، هتكلم على تاثيرها على الشعر، هتكلم على مين اسهل ومين اصعب ومين اللي بياخد وقت اطول وايه النتيجه اللي هتلاقوها منها. فارجو ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر علشان تستفيدوا منه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول طريقة هتكلم عليها ودي أقدم طريقة احنا ابتديناها يعني زمان، اللي هي طريقة الاي شادو. أنا هستعمل هنا اي شادو لونه أسود، وهجيب معايا فرشة توزيع كده تكون كبيرة شوية، أي فرشة مستغنين عنها بس تكون ناعمة. الاي شادو الميزة فيه إن هو موجود في كل الدرجات، درجات البني بقى زي ما انت عايزه، الدرجات الدافيه، الدرجات البارده، عايزه درجه على محمر، عايزه اشقرات، اي درجه هتلاقيها اكيد موجوده في الاي شادو كجذور. بنجيب اي باليتا، انا هنا هستعمل الباليتا اللي عندي دي فيها لون اسود، ومختار اللون الاسود عشان تقدروا تشوفوه على الشاشه اسهل حاجه. هستعمل اللون الاسود ده. على فكرة الفرشة دي مش متوسخة بينك، الفرشة دي بيضة واطرافها بينك، هي جاية كده يعني حركة يعني. هاخد شوية اسود كده، وهاجي على جذور هنا، هغمق. بنضغط شوية عليه عشان شوية يدخل لجوه بين الخصل، وكمان في نفس الوقت يغطيلي شوية من فروة الراس. شايفين؟ والفرشة بطريقة ناعمة عند الأطراف عشان ما يبقاش شكل ملحوظ وما نسيبش الدنيا مبقعة. ده كده نتيجة الاي شادو. طب الاي شادو بقى ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته طبعا ان في منه فرايتيز كتيرة في الالوان، تقدري تجيبي اللون المناسب ليكي. مميزاته كمان ان في منه اسعار رخيصة جدا، فانت ممكن تجيبي باليتة اي شادو واحدة كده، اللي هي بتبقى واحدة بتتباع، ودي تخليها لشعرك اللون المناسب لشعرك. عيوبه ان هو سهل انه يقع. يعني ايه يقع؟ يعني سهل انك تلاقي البودرة دي متحركة من مكانها، خصوصا لو انت واحده سايبه شعرك وبتحطي بقى ايدك في شعرك وبتتحركي وشعرك رايح جاي، الناس اللي بتحب تسيب شعرها، فانت هتلاقي ان البودره دي شويه بتتحرك من مكانها. ده غير انه انت لو مثلا نازله حمام سباحه ما ينفعش تعمليه، لو نازله بحر ما ينفعش تعمليه، لو عرقتي ممكن يخطط وممكن يسيح، لو انت من النوع اللي بيعرق وعملتي اي مجهود مثلا والعرق نزل كده هتلاقيه ابتدى يلون معاكي شويه. من الطرق اللي ممكن تقلل الموضوع ده ان انت بعد ما تخلصي ده ترشي هير سبراي عليه. برضو ده مش هيحمي قوي من المواضيع اللي انا قلتها، لان الهير سبراي في الاخر
برضو مع حركة الايد بيبدأ يقع. لو تاخدوا بالكم لما بنبقى رايحين سهرة او حاجة وعاملين شعرنا ورشين عليه هير سبراي، بعد مرتين 3 4 كده من ايدينا اللي بتتحرك جوه بتلاقي الهير سبراي نفسه وقع وشعرنا ابتدى ينزل تاني. كمان الحاجة اللي تاخدوا بالكم منها ان ما تحطوش ايديكم جوه شعركم وانتوا حاطينه، لان هتلاقي ضوافركم وايديكم نفسها لونها اتغير وخدت لون الباودر. لكن هو الصراحة من مميزاته ان هو بيدي شكل طبيعي، علشان هو مش كريمة لازقة على الشعر ولا على جذور الشعر ولا على فروة الراس، بيدي شكل طبيعي للتغطية الخفيفة. ممكن لو انتوا حابين، الناس اللي بتبقى بتستعمل جل لشعرها، ممكن تفتفتي شوية من البودرة بتاعتك حسب لون الجذور اللي انت عايزاها، تخلطيهم بشوية جل كده وتستعمليه. ده وقتها هو ما بقاش باودر، هو كده بقى جل، فممكن تقومي مغطية بيه بأي فرشة ناعمة. ودي طريقة برضو عشان نتحايل بيها على حركة ان البودرة ممكن تقع من على شعرنا. ودي كانت اول طريقة. تعالوا نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية ودي من الطرق برضو السهلة جدا اللي انا بحبها، وهي الروج. دي ماركة كيس اللي هي بتاعت الضوافر والرموش والحاجات دي، اسمها كيس كولرز. ودي زي الروج كده، بتجيبيه برضو في الوان مختلفة. هتلاقوا كل حاجات صورها موجودة في جنبي هنا دلوقتي بالاسعار. ودي ماركة كيس عاملاها، وده عامل زي الروج ونفس ملمس الروج، يعني هو لما هيتحط على شعرنا هيدي شوية كريم. هو مش روج، هو ده معمول للشعر لتغطية الشعر. هستعمله هنا في الجزء ده دلوقتي واوريكم نتيجته عاملة ازاي. طبعا لو انتي شعرك سايباه مش زي كده ربطاه، هتجيبي مثلا مشط من اللي هو ليه طرف رفيع ده او مشطك العادي، هتفرقي شعرك وتلوني، تفرقي وتلوني، تفرقي وتلوني باي منتج من المنتجات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. وبعدين بعد ما بعمل بده، علشان هو كريم فممكن ما يبقاش داخل قوي ما بين شعري، بعمل رايحة جاية كده بيه. اوكي، بعد كده بحب اعمل ايه بقى، اجيب زي مشط او حاجة، مشط رفيع خالص، وامشي بيه كده على اساس انه يدخل لي اللون في الشعر اللي تحت، يسهل عليا شوية، بيقلل كمية الشغل. شايفين؟ تقريبا العيب الوحيد اللي في ده هي الحركة دي، شايفينها؟ لازم تاخدي بالك كويس قوي وانتي بتستعمليه، ان هو اول حطة ليه، اول لمسة ليه ممكن تعمل حاجة زي البقعة كده، فبيبقى شكلها فيك قوي، واي حد واقف قدامك باصص عليكي هيشوفها، هتبقى شكلها مش لطيف. فبعد ما بنخلص استعمال ده، بنجيب بقى كلينكس، قطنة، اي حاجة انتوا عايزينها على خفيف، ونمشي على الاطراف كده، ننعم الاطراف وما نخليهاش فيها البقعة اللي اتعملت واحنا بنحط الكريم. شايفين كده؟ كده بقى شكلها طبيعي شوية. وبرده بعد ما بخلص بحب اجيب فرشة ناعمة، عارفينها اللي هي الفرشة اللي انا بستعمل دي بتاعت الصبغة اللي هي الشعر دي، بتتباع في منها كمان فرشة عادية. انا بحب امشي بيها على الاطراف كده عشان الغي الخط الواضح الصريح اللي عامله الستيك. ايه مميزاته؟ مميزاته السرعة، سريع، يعني بتقدري تتحركي بيه براحتك ورايحة جاية، تفرقي تقومي ملونة، تفرقي تقومي ملونة. زائد انه هو مش سهل ينزل بالمية، يعني لو نزل عليكي مية، لو نزلتي في حمام السباحة ده ما بيسحش، لان هو في مادة زيتية شوية كده تقيلة، ما بتسحش مع المية. لكن ده ما يمنعش بقى ان عيوبه ان انت اول ما تحطي ايدك في شعرك كده هتلاقوا ايديكوا نوعا ما غمقت، شايفين؟ فتاخدوا بالكم من ضوافركم.
شايفين صباعي اللي في النص بقى غامق. تاخدوا بالكم بقى من ضوافركم، بلاش تلعبوا في شعركم. هو ان جنرال لما بنستعمل حاجات تلوين الشعر مش ثابته زي الصبغه زي الحنه زي الحاجات دي، يفضل ان احنا ما نحطش ايدينا في شعرنا وما نلعبش فيه، لانه غالبا كلهم بيطلع منهم شويه، في حاجات تطلع كتير قوي، في حاجات تطلع شويه صغيرين، بس في الاخر يفضل ان احنا بقى ما نقعدش نلعب في شعرنا وفي القصه ونحرك ونجيب ونعمل. خلي ايدينا لنفسنا كده جنبنا وخلينا شيك علشان ما تخلصش الخروجه واحنا ضوافرنا لون وجسمنا لون تاني خالص. ده كده الطريقه التانية. هنيجي بقى للطريقه التالتة. الطريقه التالتة انا شرحتها في الفيديو اللي فات، هحط لكم اللينك بتاعه لو انتوا عايزين تعرفوا عنها بالتفصيل. كمان منتج من كيس اللي هو اسمه ريد كويك كفر، هحط لكم تفاصيله وسعره، لكن كل واحد يحطها على جوجل ويشوف سعرها عنده كام في بلده اللي هو قاعد فيها ومين اللي بيوفرها عنده. اسمه كويك كفر روت تاتش اب، وده برضو من ماركة كيس اسمها كيس ريد، ودي عبارة عن فكرة شبه الماسكارا. تعالوا هنجربها. ثواني اخد المراية الناحية التانية. هجربها لكم. دي بنعملها نفس معاملة الماسكارا، بنحركها شوية كده ونطلع بيها لفوق، بنحركها شوية كده ونطلع بيها لفوق. شايفين ازاي اختفى كل الشعر الابيض. انا بحب قوي الفكرة دي لان هي انضف الحاجات اللي انا بحبها، خصوصا ان انا من الناس اللي بحب ارفع شعري جامد، فزي ما انتم شايفين بتخلي الحدود نظيفة جدا. وبرده دي من الحاجات اللي بعد ما بستعملها على ان هي شايفين يعني ما بتلغوص ولا بتعمل نفس البقع اللي هنا، بس عشان ما فيش شعر في الحقيقة، يعني خلقة ربنا الشعر ما بيبقاش خط واضح كده وصريح، الشعر بيبقى اوله خفيف شوية وطرفه وبعد كده بيدخل على اغمق، فانا برضو بحب اخفف الاطراف شوية كده عشان تدي شكل طبيعي واحساس طبيعي. بالنسبة للماسكارا دي برضو مميزاتها ان هي مش سهلة قوي تطلع بالمية، يعني لو نزل عليكي مية مش سهل تقع على وشك، لو عرقتي مش سهل تقع على وشك، لو دخلتي ايدك في شعرك هتطلع في ايدك وهتطلع في ضوافرك وهتلغوصلك الدنيا. تعالوا نشوف ازاي. لكن هي طلعانها مش بسهولة اكيد الباودر او حتى الكريم، لان هي لما بتنشف بتبقى احسن شوية، لكن في الاخر لو انت لعبتي برضو في شعرك او دخلتي ايدي في شعرك برضو هتطلع. دي من الحاجات اللي انا بحبها. وعايزه اقول لكم ان انا في فتره قبل ما اشتري دي بالذات انا كنت بستعمل الماسكارا الووتر بروف. لو عرفتوا تلاقوا الوانكو كمان في اي ماسكارا اي ماركه ووتر بروف، بس طبعا تكون حاجه امان ما فيهاش مواد كيماويه تبوظ فروه الشعر، وقتها هاتوا ماسكارا. ودي نصيحه مني، هاتوا الماسكارا العاديه بتاعت عينينا اللي بنستعملها، استرخصوا ماركه بس تكون من الماركات النظيفه وتكون ووتر بروف، وقتها هتسهل عليكم جدا. عايزه الفت نظركم ان المنتجين دول ودول بيسيبوا على الشعر مادة خفيفة عاملة زي الكريم او الجل الخفيف، فلو انتي من الناس اللي عايزة شعرك يبقى فلافي قوي وما فيهوش اي حتت فيها مادة كريمية، ده مش هينفع معاكي. كمان مميزاتها السهولة، ان انتي بتفتحي كده الفرقة وبعدين تمشي بالماسكارا على اطراف شعرك يمين وشمال، كمان دي من الحاجات السهلة. هنيجي بالنسبة لاخر منتج عندي خالص، لوريال ماجيك ريتاتش، وده سبراي للشعر. ده عشان استعمله انا الصراحة بحتاج اجيب كلينكس زي كده واخبي بيها وشي بالمنظر ده.
عشان ده سبراي يعني. وطبعا هتشوفوا ان ايدي نفسها بتتلغوص. ببقى لابسه جوانتي عاده بس انا نسيت احضره فمش هستعمله. بيترج الاول كويس وبعدين بيترش كده. اوكي، انا دلوقتي هاجي بالفوطه كده وهمسح الزيادات اللي طلعت دي. لازم يتمسح وهو لسه طري قبل ما ينشف، فيدينا الشكل الطبيعي للاطراف، ما يديناش شكل مش طبيعي. بيطلع طبعا اللون عادي، هو لسه قبل ما ينشف، بنلحقه قبل ما ينشف. بحط نقطة مية كده كمان عشان أأكد على ان الأطراف ما نطلعش نلغوص بيه حوالين المكان. ميزة السبراي ان هو بيغطي مساحة اكبر، فهو اكيد اسرع في الاداء، ده للناس المستعجلة. زائد انه السبراي لو خدتوا بالكم هو بيدخل بيتوغل فكمان بيدي لون لفروة الراس، فده حلو للاحساس بالتقل. لكن بلاش نبالغ فيه عشان ما يبقاش الشكل فيك، او حتى لو غصب عننا طلع زيادة ممكن نقوم ايه جايبين كلينكسة كده ومنضفين عشان يدي احساس الشكل الطبيعي. ناخد بالنا جدا يا جماعة من شكلنا النهائي عامل ازاي. بلاش نبقى اوفر، خلينا دايما نبص بعينينا ونشوف هما الناس اللي قدامنا دول شايفيننا بعين عاملة ازاي، شايفيننا طبيعيين، شايفيننا فيك، المنظر طبيعي ولا المنظر فيك. حتى طبعا في السبراي برضو هرجع اقول بلاش ايدينا تبقى كتير في شعرنا، انه نوعا ما بيطلع، خصوصا لو انت قاعده اوبن اير، لو الجو فيه رطوبه، نزلتي بول، عملتي كل الحاجات دي، طبعا برضو هيطلع في الاخر. فتاني هرجع اقول ما تاخديش راحتك قوي وانت حاطه الوان او ملونه جذور شعرك. طيب تعالوا نعمل راب اب بسرعه على كل المنتجات اللي اتكلمت عليها. اول حاجه نتكلم عليها الاي شادو. الاي شادو عندنا اوبشن ان احنا نجيب حاجه رخيصه. الحاجه التانية شكله بيكون طبيعي شويه لكن بيدي لون خفيف نوعا ما. لو عايزين ممكن نخلطه بالجل او نحطه ونحط عليه هير سبراي فيثبته اكتر. من عيوب ان هو بيطلع بسهوله، بيحتاج شغل اكتر، ما بيثبتش. اللون بتاعه بيبقى اخف شويه، يعني لو شيب، لو حاجه بتحتاجي تغطي اكتر من مره، ويا ريت لو حطيتي هير سبراي وبين مره والمره عشان اللون يمسك على الشعرايه. بالنسبه للستيك سعره وهو يعتبر متوسط شويه، جميل في التغطيه. عيبه بالنسبه لي ان لازم اللي يستعمله لازم يبقى واخد باله كويس قوي ان هو ما يبقاش سايب بقع كده، هي بتيجي على طرف الشعر واحنا بنستعمله يعمل البقعة دي. لازم نمسحه كويس وناخد بالنا كويس قوي انه يبقى شكله طبيعي. بيعمل شوية حاجة زي الكريم على الشعر، فانت لما هتستعمليه مش هتلاقي شعرك شكله جاف، هتلاقي شعرك كأنك حاطة كريم. في ناس بتحط كده كريم عند الاطراف او جل عند الاطراف عشان شعرها يبقى فيه فوليوم او عشان تعمل ستايل معين، ده ينفع في الوقت ده، لكن ما ينفعش لو انت عايزة شعر شكلك جاف. بيعمل طبقة خفيفة من الكريم او زي الروج، هو نفس فكرة الروج كده، في طبقة كريمية خفيفة بتفضل موجودة على الشعر. برضو ده من الحاجات اللي ما ينفعش نحط ايدينا ولا نلعب فيها، لكن هو بيقعد فترة طويلة، مقاوم للمية لان المادة اللي فيه دي تعتبر مادة زيتية، فمش هيقع لو نزل عليكي مية او نزلتي البول، لكن هيطلع طبعا لو حطيتي ايدك في شعرك. نروح دلوقتي على الماسكارا. فكرتها حلوة جدا وبتطلع فينيشنج نظيف، بتغطي الشعر كله مع بعضه وبتغطي الشعر فوق وتحت، بتتوغل يعني بين الشعر، مش زي الستيك تقريبا بيبقى على الطبقة اللي فوق. انت لازم تفرقي شعرك وتلوني بيه وتفرقي شعرك وتلوني بيه. لكن الماسكارا لو استعملناها بنفس طريقة الماسكارا اللي بنحطها على عينينا، يعني نمشي بالفرشة كده 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 كده، هتلاقيها توغل بين الشعر.
كمان دي مش سهلة قوي تطلع بالمية، الا لو انت حطيتي مية على شعرك ومسحتي ايدك هتطلع. بتسيب طبقة خفيفة برضو على الشعر، كأنها كريم كأنها جل، حاجة خفيفة كده. فهي بس يدوب على قد الاطراف، الا لو انتوا عايزين تعملوا ده ستايل فعادي. كمان لو حطيتوا ايديكوا حركتوا ايديكوا عليها هتطلع. سعرها يعتبر نوعا ما مش رخيص قوي. ليها البديل بتاعها ان انت ممكن تشتري ماسكارا ووتر بروف لونها مناسب للدرجه اللي انت عايزاها، فوقتها مش هتحتاجي تشتري الغاليه دي. بالنسبه لاخر منتج، بالنسبه للسبريهات، السبريهات هي اسهل حاجه في التوزيع من ناحيه السهوله. اسهل حاجه السبراي، بعديها تيجي الاي شادو، بعديها تيجي الماسكارا، بعديها تيجي الستيك. من ناحيه السعر ارخص حاجه الاي شادو، بعديها تيجي الستيك، بعديها تيجي الماسكارا، بعديها تيجي السبراي. بالنسبة للثبات، أصعب حاجة في الثبات هي الآي شادو، بعديها تيجي الماسكارا، بعديها تيجي الستيك، بعديها تيجي السبراي. وبالنسبة للتغطية، أقل درجة تغطية الآي شادو، بعديها تيجي الستيك، بعديها تيجي الماسكارا، بعديها تيجي السبراي. بالنسبة للشكل، البودرة والسبراي بيدوا شكل جاف للشعر، يعني كأن شعرك معلهوش أي كريمات أي حاجة. تيجي الماسكارا بعديها بتدي شكل جاف بس شوية عليه طبقة خفيفة من الكريم، بعديها تيجي الستيك ودي بتبقى مبينة طبقة فيها زي الكريم شوية أو اللمعة شوية. وبكده الفيديو يكون خلص. لو انتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، اشتركوا في القناة بتاعتي عشان تشوفوا فيديوهاتي اللي جاية. اشوف وشكوا على خير.